شفت الحب في 3 اشكال، مش لان الدنيا اتغيرت، لان كل جيل بيحب بطريقه. جيل جدي كان بيحب بصبر، يستنى بالساعات عشان يشوفها ماشيه من بعيد، يكتب الجواب بخط ايده، يحطه تحت الباب ويفضل مستني ردها عليه. ولو اتجوزوا الفرح بيكون فوق السطوح، شويه نشاره خشب، فرعين نور من اي محل كهربائي، شريط عدويه بيدور في كاسه ابو غطا فضي. كانت الفرحه بتتعمل بالقلوب مش بالفلوس، وكانت البهجه من غير تكلفه ومن غير كمان. وعدل شريط، وبدل الجواب بقى الهدايا ورد في كتاب، وبدل عدويه بقى الحب ليه لحن ولون تاني بيعكس جيل ابويا وحكايات. جيل ابويا كان بيحب بشغف، كان الحب عباره عن اغاني من هاني شاكر وايهاب توفيق، كانت بتبدا هو انت لسه بتسالي انت بالنسبه لي ايه، وكانت بتنتهي بعت ليه. وكل قصه حب كانت لازم تعدي على كافيه ميكانو او فاميلي لاند، وكانوا يتمشوا على كورنيش الحبيب. اما الفرح كان في نادي او في قاعه بسيط، بدله وفستان كانوا من وسط البلد، وكان الفرح على سماعتين كبار، وكان بيحييه حكيم، هشام عباس، حميد الشاعري، وكانت الدنيا مبسوطه وشريط الفيديو بيسجل. كان الحب بسيط لكنه كان صادق جدا، ويكفي ان هو من نظره واحده كانت بتقعد سنين. جيلنا الحب فيه بقى بسرعه، ممكن يبدا برساله على الواتساب وينتهي بريبلاي على ستوري او رياكت يفتح باب لحوار طويل. احنا جيل بيتعامل مع الحب وسط زحمه التفاصيل، وسط النوتيفيكيشنز والمقارنات والضغوطات. جيل اتعود ان هو يستخبى ورا تكست ويخاف يقول بحبك بصوت عالي، مش لانه احساسه مش حقيقي، لكن لانه اتعلم ان كل حاجه ممكن تنتهي فجاه. بس بالنسبه لنا بقى حلم، تكاليف بتكبر وسقف توقعات بيعلى، قاعه كبيره وفستان بيتغير مرتين، فيرست لوك وسكند لوك، فوتو سيشن من اول اليوم، وداخله للعريس وداخله للعروسه، والميك اب ارتست لازم يكون معروف، ولازم نحجز ميديا كفرج ونراجع معاهم كل اللقطات وكل الترند. انا شفت الحب في العيون، في الجواب، في الرنه وفي الاموجي، فاهم معنى الحب زي ما جدي عاشه، وزي ما ابويا حارب عشانه، وزي ما انا بحاول الاقيه. فاهم ان الحب مش بس حكايه لازم تتقال، لان في كل زمن ليه حكايه، وكل جيل ليه طريقته، بنفس الفرح ونفس الوجع ونفس الحنين. يمكن السطور بتختلف لكن المعنى واحد، الحب عمره ما كان جمله، الحب كان دايما اللي بين السطور. عشان شوية ترندات